شاهد واستمتع بعد تحقيق عملها المخابرات السودانية بشأن الدائرة اللي انجرم في مطار نيالا. طلع أمريكية الصنع ويتبع لأحد الشركات القماراتية كان بيحمل في داخلها 61 مرتزقة كولومبي وليس 40، وثلاثة إماراتيين بينهم عقيد في أجهزة الأمنية، وطاقم مكون إماراتي من 5 أفراد بينهم قريب زوجة حاكم الشارقة، وثلاثة أوروبيين ضمن التاخد. لسه الاسرار كثيره جدا، انا دايرك تشير وتعمل لايك وتعمل اكسبلور ودويدو. خلينا نمتع صلاتك على النبي. في عمليه استخباراتيه ناجحه عملها القوات المسلحه السودانيه عبر المخابرات عن تحليل احداث الضربه اللي تمت، لقوا انه الضربه دي فيها احد اكبر الناس في دوله القمارات، وهي شقيق رئيس جهاز الامن القمارات، واسمه محمد بن جابر راشد الحاملي. منصور بن ناقص شخصيا مشى الليله عشان يعزي اهله ويقول لهم تعازينا. والطائره دي تم استهدافها عبر طائره وبثلاثه صواريخ من سلاح الجو السوداني فور هبوطها في مطار نيالا، ولم يخرج منه احد. والطائره ده في جواه يا جماعه تاكيدا بيحمل أجهزة اتصال متطور، صواريخ أمريكية الصنع، والهدف هي إسقاط مدينة الأبيض ومنع تقدم الجيش السوداني. وبيحمل أجهزة الدفاع الجوي وصواريخ موجهة أمريكية، والصواريخ ده قبل كده سبقت والجيش السوداني استلمه في معمل استاد كلية الصيدلة خرطوم، لكن دمروها إلكترونيا عبر التكنولوجيا عبر البعد. أمريكا لما الأجهزة السودانيه اقوى وقال له يا اخي في اسلحه تعبي لك لقيناها هنا، قام دمر الاسلحه دي من هناك، بقى الكترونيا ما نقدر نرسلها لانه الصواريخ موجهه. لكن وبخ لك امارات، والامارات زعلت من الموضوع ده زعل شديد مره واحد، وقام وقف طيران وقال انا ما دايركم. الموضوع ده طبعا جميل معنا، تهريب الذهب اللي قاعد يمشي بعبر العملاء اللي الامارات ماسكين لهم زله، ما في طريقه ثانيه يهربوا ولا الشبل. والفيديو دي لسه ما يكتمل، انا بعمل لكم فيديو ثاني للاسرار كبيره جدا. تحياتي لكم. الطائرة الخماراتية اللي انجخم في مطار نيالا فيها أسرار كبيرة جدا، وفيها ناس مهمين جدا للعائلة الحاكمة لدولة الخمارات، وهي بينهم قريب لزوجة حاكم الشارقة وأخ وشقيق لرئيس جهاز الأمن لدولة القمارات، ومعه ثلاثة أوروبيين من ضمن الطاقم، وده أملاء سريين، وثلاثة إماراتيين بينهم عقيد، و61 مرتزقة كولومبيا. لسه في بطنه في اسرار كثيره. انا دايرك تشير الفيديو ده وتعمل المصيبه دي بقلاقل، وكل يوم بنحفد في الصندوق الاسود نطلع لكم حاجه كبيره جدا. اولا تم استهداف الطائره دي بثلاثه صواريخ من سلاح الجو السوداني فور هبوطها في مطار نيالا، ولم يخرج منها احد. والحاجه الغريبه انه تم جقم شقيق رئيس جهاز الامن لدوله الامارات اللواء علي محمد حمدان الشامخي، واخوه اسمه حمد بن جابر راشد الحاملي. ومنصور والزايد شخصيا مشى عشان يدي التعازي يوم الخميس. ده سبب بتاع انزعاج بتاع محمد بن زايد. والطائرة دي كانت تحمل أجهزة اتصالات متطورة، صواريخ أمريكية السنو، الهدف إسقاط مدينة الأبيض ومنع تقدم الجيش السوداني. والصواريخ دي نفسها سبقت أصول عليها في معمل بتاع استاد وكلية الصيدلة خرطوم، ولكن دمرت الإلكترونيا من مواقعها ومن شركاتها لمحاولة سودانية سجارية لإعادة تشغيلها. والمخابرات السودانية أبلغ السلطات الأمريكية فورا، وأمريكا غضبت غضب كبير جدا